بقول لكم ايه، ما تيجوا نعمل مع بعض المكرونة بالصلصة الحمراء بطريقة حلوة جدا. هتغير طعمها تماما عن الطعم المعتاد اللي احنا عارفينه. طعم كده هياخدك لمكان تاني خالص. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. لكن قبل ما نبدأ الفيديو ياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا ونبدأ بقى بأساس الوصفة بتاعتنا، ودي أول المكونات وبقية المكونات هنعرفها داخل الفيديو. معانا جزر وطماطم وفلفل أخضر، هاخدهم كده واضربهم كويس جدا في الكبة اللي عندي. تمام. زي ما قلت لسه بقية المكونات هنتعرف عليها داخل الفيديو. بعد ما ضربتهم حطيت هنا حلة على النار فيها مقدار من المية، وضفت كمان ليها ملح، وهضيف كمان ليها معلقة من الزيت. هسيبها كده لحد ما تغلي وهرجع اجهز الصلصة بتاعتي. طبعا هنا مقدار من الزيت، ويفضل لو يكون زيت زيتون، واستنى لما يدفى شوية. طبعا لو زيت زيتون هنفضي الطماطم على طول وهو لسه بارد. تمام. انما لو زيت عادي هنستنى لما الزيت يسخن معانا شوية وبعدين نفضي عليه صلصة الطماطم اللي احنا عملناها، ونضيف ليها معلقة كده كبيرة من الثوم المهروس، وهنضيف كمان البهارات اللي عندنا كمون وملح وفلفل اسود وكزبرة ومكعب من المرقة. وعايزه اقول لكم ان احنا كده لسه ما خلصناش الوصفة بتاعتنا. طبعا هنا بعد ما المية غليت معايا هنزل فيها بكيسين من المكرونة. طبعا يفضل اي نوع مكرونة انتي بتحبيه تقدري ان انتي تستعمليه في الوصفة. تمام. بصراحة احنا ما كانش متوفر عندنا بقى غير المكرونة الأقلام، والاولاد كمان بيحبوها جدا. بعد المكرونة اتسلقت معايا، وطبعا انا اختبرتها كده بالشوكة، هاخدها وهصفيها في المصفى زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هفتح عليها بقى المية الباردة. تمام. علشان اتخلص من اي نشا زيادة موجود فيها. طبعا الخطوات دي احنا كلنا عارفينها. نرجع بقى لأهم خطوة عندنا واللي هتفرق معانا جدا في طعم المكرونة بتاعتنا، وهي ايه بقى؟ ان احنا هنضيف المكون اللي هيخلي طعم المكرونة تحفة جدا، وهغير لك من طعمها تماما. وعايزة اقول برضو ان المكون ده هيغير لك طعم الوصفة تماما، وهو الريحان. تمام. يعني المكرونة دي اسمها مكرونة بالصلصة الحمراء وبالريحان. الريحان هنا لما تحطيه كده مع الصلصة وهي لسه بتتسبك او بتغلي معاكي، بيطلع الزيوت العطرية والروايح بتاعته، فبيفرق جدا معاكي في الطعم وريحة المكرونة. بجد بتبقى في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال. هنقلب بقى كويس جدا كده المكرونة مع الصلصة بتاعتنا مع الريحان اللي احنا حطيناه. وتقدري تضيفي بقى كمية الريحان اللي انتي حطوها. انا حطيت 4 أو 5 ورقات، لو عايزة الطعم اقوى زودي في ورق الريحان اللي انتي بتضيفيه. وبعدين بقى ظبطي كده، لو حابة انا هنا ضفت شوية مقدار بسيط كده من الفلفل الاسود عشان تبقى حراقة سنة بسيطة. تمام. فرد دلوقتي ان انا هقلبهم كويس جدا، وهغطي عليها حوالي 3 أو 4 دقايق علشان المكرونة تاخد من طعم الصلصة وطعم الريحان كويس جدا. وعايزة اقول لكم بقى بكده احنا نكون وصلنا لنهاية الوصفة بتاعتنا. بحبكم جدا واقول لكم مع السلامة وباي باي.